أهلا وسهلا بخواتاتي، إن شاء الله تكونوا لاباس. حبيباتي، أنا شوي تعبانة. راح نقص واحد القصص جاوني، قصص حقيقية. ما طيبت والو حبيباتي، إن شاء الله تتفهموني، إن شاء الله تكونوا بخير. حبيباتي، كاينة وحدة بعثت لي، قالت لي يا طاطا لازم تحكي قصتي. اسمها هي قالت لي اسمي أنا ما نسميش اسمها خديجة. قالت لي يا طاطا، انا عندي زوج خاوتي، انا 21 سنه وخويا واحد 19 سنه وواحد 17 سنه ويوم 44 سنه. كنا عايشين احلى عيشه، بابا يخدم ماسو. الحمد لله، ما حناش عايشين ماديين مليح وما حناش محتاجين. كنا عايشين اسعد عيشه، انا ويما وبابا. يما تنحيها من فمها وتلوحها في فمنا، بابا يديه الليل يقلبو الليل، ما على بالوش بينا، بصح حنين علينا ما يضربناش. يما ربي يرحمها، كانت احلى ام واجمل ام، كانت كي البوبيه، كانت تهبل 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 شقره بوبيه. كنا عايشين احسن عيشه حتى واحد النهار، ويا ريت النهار هذاك يتمحى من مخي، يا ريت النهار هذاك اللي بسبتو عشتنا راحت، عشتنا شرع عليكم خلات راحت صاي. يوم ما حكمتها السخانة 3 أيام راحت للطبيب، بعثها للجينيكولوج. قالوا لها عندك بعد الشر على السامعين، عندك الكونسير في الرحم. من ثم صاي انتهت حياتنا، من ثم صاي بدات قصة الألم وقصة الخوف انها يما تموت، وقصة بابا سمعت شوكة، ما قال والو، سكت ما قال والو. جرينا بها للطبة هنا ولهيه هنا ولهيه، الحق يعني بابا ما خلاش عليها الطريق. الشي اللي عنده لحوا فيه الطبة نتاعها والدوات نتاعها، واخا على بالكم درك الطبة ما كلش غالي، يعني كي يجيهم العبد قراف ما يرحموش، يعني ما يعاونوه، لا كلش الدواء غالي عرانا. المهم خاوتها ربي كثر خيرهم، خاوتها ساهموا في المصروف نتاع الدواء نتاعها ونتاع، وقفوا خوالي، وقفوا بيما ربي يرحمها، وقفوا بها. ما كانش يامات قوى عليها الشي وقوات عليها المواجع وقوات عليها. ماتت يما في سبيطار، لكن قبل ما تموت عيط الطبيب البابا قال له أت وليداتها ورواح. رحنا اليوم نجريو على امل احنا ان نلقاوها لاباس وانها ترتاحت، وانها يقول لنا الطبيب باللي امكم ارتاحت صاي. لكن الطبيب قال لنا ادخلوا، وخرج الطبيب من الغرفه اللي كانت راقده فيها يما تشوف فينا والدمعه تسيح. ما قالت لنا والو يما، ما قالت لنا والو، ما قالت لناش حتى كلمه، تشوف فينا فرات. بابا واقف يبكي وحنا نبكيو. ما كانش لحظات جا الطبيب خرجنا، صاي يما ماتت. صاي النهار هذاك ما عادش نساه، النهار هذاك ما عادش نساه، ما ظنيتش نعيش نهار بعده. تسمع على حسب هضرة خديجة هذه اللي لقبتها باسم خديجة، ولا مش اسمها خديجة. قالت فوتنا أصعب أيام، فوتنا صاي الدنيا حبس صاي، ولكن قلت نكورج أنا وندير كيما دير يما البابا. عاد كي يروح من الليل نسخنو الماء، نديرو العشاء اللي طيبولو يما، ندير له كلش على تسمى باش نخلف يما. واقفة يما كانت خاوتي 8 تاع الليل توقفوا من الباب تستناهم، لازم ما يطولوش 8 تاع الليل، لازم ما يطولوش 8 توقف. بابا ما كانش يسقسي علينا الحق، كان على باله باللي يما هي اللي واقفة بينا. لكن واش راح نقول لكم، انتهى كل شيء. وقفت على روحي، قلت نوكل بابا ونوكل خاوتي، نقول خاوتي يروحوا الوقت اللي كانت يما تقول لهم روحوا فيه. بابا نطيب له الماكله اللي كانت طيب له فيه يما، طيب له فيها يما ربي يرحمها. لكن دوام الحال من محال. في ليله جاو عموماتي، اللي ذيك الليله تمنيت عموماتي يموتوا وما نشوفهمش. جاو لمو بابا وقالوا له حنا لقينا لك المراه باش تتزوجها. انا قاعده نطيب القهوه ونسمع فيهم، ما لقيت كيفاش ندير، ندخل نقول لهم علاه يما عندها درك ما عندها شي مني ماتت، كيفاه تقولوا لبابا هكا. ما لقيت نحط لهم القهوه، تسمرت في بلاصتي، قعدت تسمرت في بلاصتي. تمنيت لعماتي كل ليله الموت، تمنيت لهم الموت على لسان خديجه هي اللي تحضرك حبيبتي. تمنيت لعموماتي كل ليله يموتوا صاي، علاه يجيو البابا يقول له يتزوج، علاه يخربونا العشه. المهم ما كان الا هضرت عماتي هي اللي مشات وتزوج بابا، وطلبت عليه العروسه الربع نتاع
العرس ولازم يمشي ولا الغناء ولازم كلش، وإحنا ما حبيناش. لكن أهل العروسة قالوا هذه أول فرحتها من حقها تلبس الربة البيضاء ودير الغناء ودير كلش. تسمرنا في بلاصتنا. خوالاتي ما لقاوش يقولوا، ما لقاو جاوبينا راي النار بابا باللي صاي تزوز ولا نارنا احنا. الحق خوالاتي وقفوا معايا وانا وخوتي. وجات زوجة الاب، جات مرت بابا اللي انا حبيبتي على لسان الخديجه اللي تهضر معايا، ولو انه كان نسات على الاب كانوا حنان وكاينين. شحال الحق مرت بابا ربي يرحمها. يعني كانت لاباس. خديجه تكمل في حديثها، قالت لي يا طاطا اتزوج بابا تغير كل شيء. خاوتي هذوك اللي كانوا يروحوا 8 صاي ما عادوش يروحوا 8، يروحوا 12 تاع الليل يروحوا. ما يسقسيش عليهم بابا خاطرش متعود بيما هي اللي واقفه بيهم. مرت بابا بدات تغير في الحوايج، بدات في نهار الصباح جيت جبت طريف تاع اللحم بات في فريجيدار طايب، جيت ناكلو خنقتني شعره مت واللحم في فمي. بدات تبدل الدار نتاعنا صاي. بابا يروح من الليل بشوي خاوتي هزوا على روسهم في زوز راحوا للجزائر. اخر مكالمه بيني وبينهم قالوا لي احنا نخدموا في الكوشه، حكمنا كوشه يخدموا في الكوشه. انا على وجه بابا قلت نصبر، ولكن ماشي حالة الصبر. كلش تبدل، كلش راح، كلش. بابا ما يسقسيش عليا، يعطيني المصروف، نعم يعطيني المصروف، لكن ما يسقسيش عليا. وين راحت وين؟ مرت بابا ما تهضرش معايا. الفريجيدير نحلو بالخوف. نجي نطيب فنجان قهوه بالخوف. ما عرفتش نتعامل معاها. بنت لي هي اللي لازم يمه هي اللي تكون واقفه في الدار، مش مرت بابا، لازم يمه. لا هي تفهمتني لا انا تفهمتها. بشوي راحت، هزيت على راسي، راحت الحق راحت عند خوالي استحوذوا بيا وحطوني في عينيهم. ولكن انا استثقلت من روحي ورجعت لدار بابا. رجعت ما نلقاش حتى الترحيب، لا مني لا من مرت بابا لا من بابا. ما على بالوش بيا جيت، راحت ما على بالوش بيا. كيفاش ندير يا اخي ربي فراج. خطبتني خالتي لولدها. الحمد لله ربنا تحل المشكل تاعي، لكن المشكل تاع خاوتي ان تقطع اتصال بيناتنا وصاي ما عادش نعرف. بدلوا تليفوناتهم ولا راحوا لهم تليفوناتهم ولا ما على باليش. جانا الخبر قالوا باللي راهم يتبعوا في جماعه مش مليحه وانا لكن اللي غاضني انه بابا ما سقساش عليهم وما حوش يفتش عليهم الا خوالي يسقسيو عليهم ما وصلوا لهمش. اخرين يقولوا حرقوا راحوا لاسبانيا ولا وين راحوا، اخرين يقولوا تبعوا مجموعه هكا مش مليحه نتاع دروغ نتاع كلش. الدار هذيك اللي كانت معمره بالفرحه معمره، كانت يما ربي يرحمها كي طيب العشاء لازم كون ما يحضروش خاوتي يتلموا وتوكلهم هما حتى يشبعوا ومن بعد تاكل هي، ويا ما بقاش ما تاكلش هي حتى. المهم خاوتي بابا اللي كان يما وعدت تسمى عودت بابا على انها هزه هي المسؤوليه نتاعنا احنا. كان يديه الليل ويقلبوا الليل. لكن الشيء اللي غاضني من بابا كيفاش يما راحت وماتت، كيفاه هو ما يوقفش معانا ما يسقسيش علينا. بكري كان معول على يما ودركا يما ماتت تحت التراب، كيفاه ما يسقسيش علينا؟ كيفاه يقولنا وين راحت وانا نروح بالشهور ما يسقسيش عليا ما يعيطليش؟ الشيء اللي غيظني مانيش مسامحه بابا حتى ندخل القبر، مانيش مسامحته حتى ندخل القبر. الحاجه الوحيده اللي نديرها اني كل جمعه نروح للجبانه، نروح ليما نقول لها يا يما راحتي وتفرقت العيله. أنا منيش مملة الخير من مرت بابا، أني نلوم على بابا كيفاش بابا يفرط فيا ويفرط في خاوتي دركا راهم يطايشوا ما على بالناش وين هما. كيفاه ما يسقيش على بكري كان معول على يما ودركا يما ما كانش. نروح نشكي ليما، نقعد عند القبر نتاعها نشكي لها نقول لها يما شوفي واش كان وشوفي في الجدار نتاعك اللي تستحفظتي بيه واللي كنتي
المهم كلش ولا خاطينا يا يما، كلش ولا خاطينا. آه وليت انا كنت الحق مانيش لابسه الحجاب، وليت لبست الحجاب. كنت ما نقراش القران الكريم، وليت نقرا بالقران الكريم. نحس باللي نروح، نحس باللي نولي لربي سبحانه وتعالى هو يما هو بابا هو كلش. تبدلت حياتي. اي نعم انا تقربت من ربي سبحانه وتعالى ولبست الحجاب وليت نصلي صلاة الضحى، وليت ندير قيام الليل، وليت نقرأ القرآن، وليت نصدق. لكن حياتي مع الاجتماعية صاي. خالتي مسكينة ربي يحفظها إن شاء الله، خممت عليا وخطبتني لولدها والحمد لله. لكن أنا ما نسامحش بابا، ما نسامحش بابا، ما نسامحش بابا. بابا اللي فرط فيا، بابا اللي فرط في خاوتي اللي ما سقساش عليهم، ميتين حيين نحارفوا ولا وش طرا بيهم. انا ما نسمحش لبابا. عاد حياتي بين الجبانه وبين الدار، بين جبانه وبين الدار. لكن انا حبيت نشكر خوالي ونشكر خوالي اللي وقفوا معنا واللي ما خلوناش، خاصه انا ما خلونيش نتهان عند مرت الاب. انا كنت متوقعه باللي تكون دارنا لاباس، تكون مرت الاب هذه بالك تحن علينا كي امنا بالك شويه برك. لكن وما زادت طينه بالله انها مرت بابا حملت ومني حملت تسمى عادت يعني راح تزيد صاي. تحرمنا من دار بابانا صاي، ما ندخلوهاش، ممنوع ندخلوها. يدخلوها اهلها ودخلوها خوتها ودخلها امها. واللي غيظني الشيء الكبير انها امها شافتنا كش تقسمنا، شافت خاوتي راحوا وشافتني انا عايشه عند خوالي، وما هدرتش وما قالتش وما نهاتش الصلاح، وما قالتش كيفاش الدار كانت معمره. واللي معلوماتكم اليوم قالت لي معلوماتك طاطا بلي المرة هذه كانت قريبة جارة لينا، وتعرف كيفاش يوم كانت تتعامل خاوتي وكيفاش كانت دارنا مليانة بالهنا ومليانة حنا اي نعم بابا ماصو وما عندوش مدخول كبير، لكن كانت دارنا معمرة خير، معمرة. يما ربي يرحمها تلمنا حتى على البطاطا، جمعنا واحنا في وسط وهي في وسطنا. لكن كل شي راح، ما بقاتش الرحمة. قالت لي يا طاطا ما بقاتش الرحمة يا طاطا. قالت لي انا الشي اللي غيظني خاوتي درك، ما نعرف حيين ولا ميتين، ما نعرف واش يديروا، ما نعرف وانا جهة. بكري كان اتصال بي معاهم نتصلوا بالتليفون، دوكا التليفون تاعهم ما نقول لك راح لهم، ما نقول لكم تسرق لهم، ما نقول لكم جاتنا معلومات باللي خالطوا ناس مش ملاح. واش راح نقول لك؟ قالت لي يا طاطا قولي، يا طاطا قولي اسمي. انا ما قلتش اسمك حبيبتي يا سميتك اسم خديجه. المهم الحمد لله رب العالمين كي ربي سبحانه وتعالى خالتك خطباتك وراح تبني الدار ان شاء الله، وربي يطول في عمرك وربي يرحم امك. واش راح نقول لك؟ قالت لي الشيء اللي غيظني بابا كيفاش ما دارش الدور تاع الاب، كيفاش بكري كان معول على يمه ودرك تخلى علينا، لا سقسى على خاوتي لا سقسى عليا انا. حتى كي جات